بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أن يحمد وينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، يا من تحبون الله ورسوله، يا عشاق الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها العلماء، الدكاترة، أيها المشايخ وخطباء المساجد، أيها الأساتذة، أيها الحاضرون، أسأل الله ربنا تبارك وتعالى كما جمعنا هنا على الخير والمحبة أن يجمعنا في دار كرامته مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. I am very pleased to offer you a brief word. I say to all those who present and respected brother, welcome. Today is a special and historic day because the meeting of ulama is a blessing from Allah. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أغلى شيء في هذه الدنيا أن تتمتع بوجوه الذين يحبونك في الله. أغلى شيء في هذه الدنيا أن تتمتع بوجوه الذين يحبونك في الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه dhaamsa bareedaa tokko dabarse. Jiruu duniyaa tan keessatti wanni akkaan qaaliidhaa, wanni akkaan caalu obboleessa kee kan rabbii jecha jaalattu fuula wal daawwattee fuula wal eeydee gammaduudha jee Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alhamdulillah kan rabbiin ni'maa tana nuu kenne. Alhamdulillah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu say, the most precious things in the world to enjoy faces of those who love you in Allah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alisema kufurahima nyuso za wale wanao kupenda katika Mungu. Ndugu ya imani, na kupenda akulu na kupenda kwa ajili ya Mungu. Ikhwata al-iman, inni uhibbukum fillah. My respected ulama, mashayikh, al-khutaba, I love you in sake of Allah. Alhamdulillah. Rabbi jechaan isin jaaladha. Tambiraati وننين قباب سيسين جاءوا شيخ خي الله اللي ليفما يروي سان الرام فردو يروي سان الرام فردو واي تقواتين واجد شو برباد. I would like to say something which is written about taqwa, about fearing of Allah. سنين جاء شو برباد. بسم الله الرحمن الرحيم. بتقوى الإله نجا من نجا. بتقوى الإله نجا من نجا، وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا.
ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن ضاق أمر به فرجا. وأي الخلائق إلا غدا إلى الله مفتقرا أحوجا، فبالله فاستعن عن خلقه، فلا نفع من غيره يرتجى. ووجه بصدق إلى بابه، فلم يلقه مرتجى. إليه التجئ وارتجي، إنه هو المرتجى وهو الملتجى. وكن إن توالت إليك الهموم، وكن إن توالت إليك الهموم، مليا بذكراه مستبهجا. ونفسك من شؤمها صفها، وكل دسائسها مخرجا. ومن ذل عصيانها اخرج بها، إلى عز طاعة رب الحجا. إذا خلت النفس من إثمها، تجلى الضحى وتولى الدجى. ونفس الفتى مسكن مظلم، ومن يحييه بالتقى أسرجا. ومن يحظ من ربه بالهدى، نجا والموفق من قد نجا. ومن يحظ من ربه بالهدى، نجا والموفق من قد نجا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.